كنزاتي حبيباتي، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. طولت عليكم تاني بس ما طولتش كتير المره دي. يعني انا غبت تقريبا بتاع 5 ايام، كنت مسافره والله وكده، وكنا بنتفسح ونغير جو يعني. ورجعت لكم تاني بقى. قررت بقى ايه؟ قررت ان انا هقول لكم على المفاجاه اللي انا كنت مخبيها عليكم، وقلت سيبوا ايه، اسيبكم تفكروا. ما لقيتكم مش مفكرين ولا كاتبين في التعليقات ولا اي حاجه، قلت خلاص بقى انا هقول لكم. بصوا بقى، المفاجاه ايه هي بقى؟ مع اني كنت عايزاكم تعرفوا لوحدكم بس معلش. المفاجأة ان تقريبا كده من شهر يعني. حسيت بتعب ودوخة ترجيع، سدت نفس من ناحية الأكل وكده. المهم إن أنا عملت اختبار، مع إن والله كان نفسي أعمله معاكم الاختبار، بس عشان أنا عملته قبل كده كذا مرة ويطلع يعني سالب، مش إيجابي خالص. فما كانش فيه حاجة، فقلت بقى خلاص المرة دي أكيد يعني دي أعراض عادية، وممكن يكون برد عشان الجو بيقلب وكده، وممكن دي تكون أعراض عادية. فعملته واتفاجئت بقى، اتصدمت ان في حمل. فعشان كده بقى ايه، الشهر اللي فات ده او اكتر من شهر، كان قبل الشهر انا كنت تعبانه اصلا، عندي دور برد شديد وكده يعني. وبعد كده من شهر بقى اللي هو التعب بقى اللي هو بتاع الحمل يعني وكده. وان انا ما كنتش بقدر اقف ولا اشم اكل ولا اعمل اي حاجه، وعلى طول نايمه. انتوا طبعا عارفين يعني، الستات عارفه الكلام ده. فقلت بقى ان انا خلاص بقى هقول لكم، مش هخبي عليكم، انتوا اخواتي بقى وحبايبي وكده، ومش هخبي عليكم وهقول لكم. بقول لكم ايه، مش نفسكم كده تشوفوا الصور بتاعتنا؟ بس انا طلعت الصور، بس بصوا انا هقول لكم على حاجه، انا مش هوريكم صور الفرح ليه بقى. مش عشان فيها حاجه وحشه او ما ينفعش اوريها لكم او كده، لا انتوا اخواتي وحبايبي وانا مش هخبي عليكم حاجه. مش عشان كده والله. بس عشان انا في الفرح يعني كنت لابسه بحمالات، ما كنتش لابسه بادي، يعني كنت بشعري وبحمالات وما كنتش لابسه بادي. فاللي هو مش هينفع ان انا اوريها لكم، لان الفيديوهات دي كل الناس بتشوفها، اطفال وكبار ورجاله وستات وشباب. فاللي هو مش هينفع بقى ان انا اوريها يعني فيديو علني زي كده وكل الناس هتشوفه، فمش هينفع معلش ان انا اوري الصور. لو انا اعرف ان ستات بس اللي هتشوف الفيديو كان معلش هوريكم. بس مش هينفع ان انا اوريكم صور الفرح، مع اني كان نفسي اوريها لكم بس مش هينفع عشان انا بشعري وكانت دراعاتي باينه. فمش هينفع ان انا اشيل الذنب ده كله يعني. فمعلش بقى، هو كان يوم الفرح وفرحه، وانا كنت صغننه وكنت فرحانه وعايزه ابقى زي البنات وكده. ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله القناه تنجح باذن الله. وكده، وهعمل فرح تاني، وساعتها بقى اوريكم الصور دي، وهتكونوا اصلا معايا في الفرح. بس هكون بقى بحجاب كامل وبادي كامل، يعني بحجاب كامل وفستان كامل، مش هيكون في اي حاجه باينه مني خالص. فهوريكم بقى، هبقى ليا نفسي ان انا اوريكم الصور. هي الصور والله جميله، بس مش هينفع ان انا اوريكم عشان زي ما قلت لكم يعني بشعري كده، فمش هينفع ان انا اشيل ذنب يعني. فسيبوا صور الفرح دي الغوها كده على جنب. اوريكم بقى الصور بتاعتي انا وجوزي وعيالي في العيد ومش نبدا معاكم بصور الشبكه. ايه رايكم لو وريتكم صور الشبكه؟ جميله، كنت محجبه يعني. انا معرفش هي هتبان لكم ولا لا، مش عارفه هتبان في الفيديو في الكاميرا. هو في ايه؟ انا مش لاقيه الصور، كنت لسه مطلعوها والله دلوقتي. بصوا بقى، غمضوا عينيكم. باينه كده. مهم. انتوا عايزين تشوفوا الفستان؟ صراحة يوم الشبكة بتاعتي، الفستان كان جميل قوي، انا كنت هموت واشتريه. بس هو للاسف كان على ايامنا زمان، انا متجوزة من 9 سنين واتخطبت سنتين، يعني الكلام ده الفستان ده من 11 سنة. فاللي هو ايه يعني، زمان ما كانش فيه شراء وبيع زي دلوقتي. دلوقتي اللي عايز يشتري فستان او يفصل فستان عادي. زمان كان التفصيل قليل، وما كانش اصلا التفصيل هو الموضة، كان الجاهز هو الموضة. وغير كده كان زمان تأجير بس، ما كانش فيه بيع، ما كانش فيه حد بيشتري الفستان، كان يتأجر بس. انما دلوقتي عادي كله بيفصل ويأجر. دي الصور التانية. احنا ساعتها يعني خدنا 4 كروت بس، ما خدناش كروت كتير، هم كانوا 4 كروت بس اللي خدناها، وكنا ماشيين كده ماشيين كده يعني. بصوا بقى، بصوا عشان انتوا غاليين عليا، بس انا بوريكم عشان انتوا غاليين عليا. انتوا ايه يعني، انتوا مش غرب، احنا خلاص يعني.
دي بقى الصورة العائلية، ما شاء الله، الله اكبر، احنا وعيالنا ما شاء الله، صورة عائلية بقى. احمد طلع معانا قبل كده كتير، وسلمى وهي صغننه، ومحمد وانا، وده عمر اصغر حاجه. لسه بقى مش عارفين اللي جاي هيبقى ايه، ولد ولا بنت، ولا هيتسمى ايه، ولا لسه مش عارفه والله. بس اكيد طبعا هعرفكم. بس انا مش هعمل حفله جنس المولود بصراحه، مش هعمل حفله جنس مولود. والله اعلم يعني، انا هشوف الظروف، والله كانت الظروف وفي ومتوفر وكده يعني. هنعمل حفله على قدنا كده في البيت على الضيق، وهيبقى معانا بس اهالينا مش حد غريب. ما كانش فخلاص هعرف من عند الدكتور، وهاجي هقول لكم في فيديو زي كده عادي خالص. دي بقى صورة تانية. بصوا انا يعني هداري ايه، انا عشان رقبتي كانت باينة هنا اهو. برضو محمد واحمد وانا. استنوا بقى من هنا اوريكم سلمى وسلمى. انا مداريه الحتة دي عشان خاطر رقبتي برضو كانت باينة هنا. فايه انا مش بصراحة مش قد الذنب ان انا كل الناس دي تشوف كده، فهشيل ذنب لكل حد يبص على الصورة. فانا مش قد الذنب ده كله. تخيلوا بقى مين ده، حذروا فزروا. انا مش هقول لكم، هسيبكم انتوا تعرفوا وتقولوا في التعليقات ده مين. ده مين وهو صغير. لو انتوا شاطرين هتعرفوا. ده على فكرة هو الصورة اللي فاتت برضه. بس تخيلوا انتوا بقى، قولوا دوت عمر ولا احمد. ده مين. اصل انا عندي عمر واحمد كانوا شبه بعض قوي وهم صغيرين، فعشان كده مش هتعرفوا تفرقوهم قوي يعني، هم فيهم شبه قوي من بعض يعني، ملامحهم قريبه قوي من بعض. قولوا انتوا بقى، حذروا فزروا واكتبوا في التعليقات. الشاطر اللي هيعرف. قربنا نخلص الصور. قولوا بقى، حذروا فزروا وتخيلوا كده بقى مين اللي متعلق في الحبال ده. كان متعذب يا عيني وهو صغير متبهدل. بس كده، هي دي كل الصور دي كده كلها، كل الصور. ثانية في صورة. طبعا انتوا عارفين مين ده، معروف يعني. في كمان صور تاني. انتوا عارفين مين دول، انا ومحمد. دي اللي هنا دي اللي انا حطيت عليها، دي واحده صاحبتي ودي اختي. انتوا عارفين اختي، شفتوها شفتوا اختي في فيديو الشبكه بتاعتها بالفستان الاحمر. نزلت لكم فيديو انا ليها، بس هي مش عايزه تطلع يعني في فيديوهات. وصاحبتي برضو مش هينفع ان انا انزلها عشان انا ما قلتلهاش، فمش هينفع ان انا اطلعها يعني في الفيديو عشان انا ما استاذنتش منها وممكن تزعل مني. لكن طبعا انا ومحمد انتوا عارفيننا وعيالنا عارفيننا يعني، شفتونا وكده، فعايزه ان انا اوريكم. بس بقى فانا قلت ايه بقى لي كتير ما عملتش فيديوهات معاكم وكده، وقلت لكم ان انا مش هقدر اطلع في فيديوهات، اعمل فيديوهات مقالب ومش عارفه ايه زي الاول، لان انا مش بقدر اعمل مجهود يعني وكده. وانا على طول اصلا نايمه ومريحه وكده يعني. فقلت ايه بقى، نتفرج على الصور مع بعضينا، نضحك مع بعضينا، نتكلم مع بعضينا، عشان انتوا وحشتوني والله، وانا مش عايزه اطول عليكم زي قبل كده، مش عايزه اتاخر عليكم خالص. فعشان كده قلت اوريكم بقى وافرجكم معايا واحنا قاعدين كده. المره الجايه بقى هعمل لكم فيديو هنحكي فيه عن الحما يعني. انا جات لي مشكله من واحده صاحبتي بتحكي لي على حماتها وكده يعني، وبلاوي كتير. هنحكي بقى في قصه الحما ديت في الفيديو الجاي. استنوا الفيديو الجاي، واكتبوا لي بقى ايه عجبتكم الصور بتاعتكم ولا لا، فستان الشبكه كان حلو ولا لا، عجبكم ولا لا. اكتبوا لي بقى وقولوا لي. مستنيه تعليقاتكم. سلام، هتوحشوني، وهجيلكم تاني في فيديو تاني، استنوني. باي.